وحلفت انك لا تميل مع الهوى، لان واحد ماشي على 140 اكيد مش هيحسس على العربيه اللي قدامه، هيعمل له سندوتش جبنه على طول. هل لو انا عملت الذنب الفلاني ايا يكن ربنا هيغفر لي؟ اتوب ازاي؟ انا دلوقتي ارتكبت ذنب معين، اتوب ازاي بقى؟ او انا عايز اتوب من كل حاجه غلط انا بعملها مش ذنب معين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده حلقه جديده من حلقاتنا سلسله ليه. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع غايه في الاهميه. بيقول لك وحلفت انك لا تميل مع الهوى، وانت ما ملتش عن الهوى بس، انت ملت عن الدين كله. فالظاهر ان بعد ما انت وقعت محتاج حد يشدك، محتاج حد يطلعك تاني، محتاج حد يوديك ويرشدك الطريق الصح. عشان كده موضوع حلقتنا النهارده ليه لازم نتوب. موضوع النهارده هيكون منقسم لمحورين. اول حاجه هنجاوب على السؤال بتاع عنوان الحلقه، تاني حاجه هديك الخلطه السريه، هقول لك ازاي تتوب يا حبيبي. تمام. فيلا بينا نصلي على النبي ونبدا الفيديو. رقم واحد وده الاساس، هو الاساس حرفيا، هو قول ربنا سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. الواحد مننا مش بيكون عارف هو هيموت امتى ولا فين ولا ازاي. جماعة الموضوع ده بيندرج تحت منه حاجات كتير جدا. ابسطهم واحد ماشي على الطريق على 120 ولا 130 مثلا 140 ومشغل توليت وماشي مش شايف قدامه، وغرز يمين وغرز شمال ودريفتات وهوب تك دريبيو وزريبيو، ما بيبقاش شايف قدامه حرفيا، مش عارف. يمكن في اي لحظة انت بس بتغمض فيها عينك تلاقي عربية طلعت من حيث لا تدري ولا تحسب. وشايفين حوادث كتير بتحصل من النقط العامية دي، اكيد كلنا عارفين. انت راكب العربية يبقى فيه نقط عامية، عربية تقوم طالعة جت منين I don't know. خلاص انت ودعت الدنيا وهو ودع الدنيا، لان واحد ماشي على 140 اكيد مش هيحسس على العربية اللي قدامه، هيعمل له سندوتش جبنة على طول. ولذلك احنا، انا، انت، انتي، انتوا، كلنا بنكون محتاجين وبنكون عاملين حسابنا انه انا قاعد بصور الفيديو دلوقتي انا ممكن اموت. الله اعلم، يمكن الواحد مش ضامن عمره، والواحد مش مكتوب قدامه العداد بتاع العمر. فاول حاجه لازم نكون عاملينها في حسابنا، وهي ان انا في الوضع اللي انا فيه دلوقتي لازم اكون حاطط في اعتبار ان في الوضع ده انا ممكن اودع الدنيا. سبحان الله. فدي اول سبب من اسباب التوبه. تاني سبب وهو قول ربنا سبحانه وتعالى: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيحب التوبه، بيحب التوابين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. طب أنا عايز أسألك سؤال، أنت مستني إيه؟ أنت عايز إيه أكتر من كده؟ يعني هل أنت مستني بعد كل ده، مستني دليل ان ربنا يغفر لك ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني تخيل ذنوبنا دي غطت الكره الارضيه دي بحالها لحد لما وصلت للسماء. يعني وبعدين ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم مسهلين علينا التوبه لاشد يعني اقول لك الاشد الايه بقى، هم بيقولوا عليها الاشد الايه، يعني مسهلين على سهوله شديده. يعني ربنا سبحانه، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: اللي استغفر 100 مره غفرت ذنوبه. اللي هيقول استغفر، اللي هيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير غفرت ذنوبه. اللي يقول سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت ذنوبه. جماعه الاسلام سهل، ولكن احنا اللي بنصعبه، وده اللي هينقلنا للسؤال الثالث ولكن بعد الفاصل الاعلاني، وهو اكيد انتوا عرفتوا ده ايه بقى. اكيد مش شاي طبعا، يعني اكيد مش شاي ولا كركديه. بحبه والله جدا. السؤال الثالث بقى، السؤال ده انا بسأله لنفسي كتير. لا مش انا بصراحة، السؤال ده لان انا لو سألته لنفسي يبقى انا غلطان جدا.
السؤال ده ناس كتير جدا بشوفهم بيسألوا السؤال ده ومحتاجين حد يجاوبهم عليه. انا جيت النهارده اجاوبكم عليه. هل لو انا عملت الذنب الفلاني ايا يكن ربنا هيغفر لي؟ الاجابه اوريدي انا قلتها، ولكن هقولها لكم تاني. يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي. يا ابن ادم انك ما استغفرتني، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو بلغت ذنوبك عنان السماء وبعدين دعوتني غفرت لك. هتيجي تقول لي لو ربنا سبحانه، لو انا عملت ذنب معين هل ربنا هيغفر لي ولا لا؟ انا مش هتكلم. السؤال الرابع سؤال اهم من السؤال اللي قبله. هتقول لي طب لو انا عملت كبيره من الكبائر وبعدين تبت هل ربنا هيغفر لي؟ اقول لك اسمع الحديث ده. ذهب رجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله اصبت حدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، وبعدين اقام الصلاه. فقال له قبل ما يقيم بعد ما بلال اقام الصلاه: يا رسول الله اصبت حدا. فسابه وصلى. الرسول صلى الله عليه وسلم خلص صلاه وذهب انصرف، فراح وراه وقال له: يا رسول الله لقد اصبت حدا. فلف الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليه قال له: هل توضأت فأحسنت الوضوء أو فأسبغت الوضوء؟ فقال: نعم. قال: هل صليت معنا بصدق نية؟ قال: نعم. قال: فاذهب فقد غفر الله لك، أو كما قال. تخيل إن أصبت حدا دي معناها إن يا رسول الله أنا ارتكبت كبيرة من الكبائر. هو أصلا كان بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم كده ليه؟ كان بيقول له كده عشان خاطر يقيم عليه الحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بكل بساطة قال له: لو انت اتوضيت فأسبغت وضوء؟ قال له: ايوه. قال له: هل انت صليت فأحسنت الصلاة؟ صليت ما بتحدثش نفسك او صليت فعلا بصدقني؟ قال له: ايوه. قال له: قد غفر الله لك. لك ان تتخيل سهولة الاسلام. طيب الجزء الثاني بقى وهو اتوب ازاي. انا دلوقتي ارتكبت ذنب معين، اتوب ازاي بقى؟ او انا عايز اتوب من كل حاجة غلط انا بعملها مش ذنب معين. في 3 شروط اهم من بعض. رقم 1 يا حبيبنا وهو الندم. لازم تندم على اللي انت كنت بتعمله، وده مش هيجي ومش هتقدر انك تندم وفعلا تتحسر على الذنب اللي انت كنت بتعمله غير لو انت عرفت الخطورة بتاعة الموقف اللي انت فيه، وده هيجي من صدق النية في التوبة. ده اول خطوة. تاني خطوة الإقلاع عن الذنب. خلاص أنا مثلا دلوقتي كنت بشرب سجاير، أنا الناس اللي أنا كنت بشرب معاهم سجاير أنا مش معاهم أصلا، هم اللي خلوني أشرب سجاير. أيا يكن بقى الحاجة دي أنا عايز أرجع للأصل بتاعها. أنا ليه بدأت أعمل كده؟ أقطع السبب ده نهائيا. رقم 3 أبدأ إن أنا أعمل خير كتير، أبدأ إن أنا أستغفر كتير، أبدأ إن أنا أتصدق كتير، أبدأ إن أنا أطلع صدقة، أبدأ إن أنا أصلي كتير، أبدأ إن أنا أحفظ قرآن، أراجع قرآن، أقرأ ورد كل يوم، أبدأ إن أنا أغير من نفسي. وأخيرا وليس آخرا أحب أقول لكم إن ربنا سبحانه وتعالى مسهل علينا التوبة، فبلاش إحنا نصعبها على نفسنا. وبس كده انتهت حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى تكونوا استفدتوا، أتمنى أكون أفدتكم ولو بكلمة واحدة. متنسوش تصلوا على النبي. بحبكم في الله. السلام عليكم.